السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو تاع نهار اليوم راح نديرو مع بعض روتين يعني خفيف ظريف، وكذلك راح نديرو مع بعض وصفه بزاف شابه بزاف بنينه بالسردين. اي وحده فيكم يعني تشري السردين ولا يكون عندها سردين في اقرب وقت تجرب هذه لاغوسيت باسكو بزاف شابه وكاع على بالي راح تشكروني عليها. المهم هنا اول حاجه راح نبداو نقي في لاكاج تاع لي زوازو تاوعي. ربما يعني بعد مشاهدتكم هذا الفيديو كل وحده فيكم يكونوا عندها لي زوازو في الدار تدي فيهم اجر وتدو كذلك فكره ولما لا. المهم هنا انا بالنسبه للوعي تاوعي ولا لي زوازو ولا الزواوش نقي عليهم شاك سومان، نخوي كاع لاكاج ونبدا نغسل في هذوك لي زاكسسوار. المهم نغسل بالنسبه للباسينه والحبيله، انا درت لهم حبيله سبيسيال وهذيك الباسينه يعني اللي تجي تحت لاكاج. وهاد زواوش راهم عندي في 3 ans يعني سي بوني نعرف كيفاش نتعامل معاهم كي يمرضوا ولا كي نشوف يعني كي نشوفهم مش ملاح ولا اني سي بون. بحكم التجربه بلا ما نديهم فيتيرينير نعرف شنو نعطيهم كي يمرضوا مثلا ولا كي نشوفه مبولي كيما نقولوا ولا كي كومين بول نعرف شنو نعطيه. يولي شغل مشوكي يعني من صدمه ولا حاجه ولا كورون دير ولا حاجه ولا باغ اكزومبل طيح به لاكاج من دي فوا طيح باغ اكزومبل من السما من البلاصه اللي يكون معلق فيها الارض، هنا شديه له تعاودي ترجعيه لبلاصته وغطيه يليق له الكالم. غطيه افيك اون سيرفييت تكون كبيره تكون تاعه سبيسيال، غطيه بها ولا اون ناب ولا حاجه ما تحتاجيهاش غطيه. وديري له في الماء تاعه ديري له شويه بصل ولا شويه تاع ثوم ولا يعني شويه تاع قطره تاع ليم في الماء تاعه خليه والصباح بدلي له هذاك الماء. وكذلك يعني كي يولي يسقط لو مال لا فيميل ما تسقطش يولي باغ اكزومبل يبدل في الريش تاعه عندها اون بيريود وين يبدل يعني لا ماجوريتي تاع الزواوش تجيهم هاد لا بيريود في الخريف يولي يسقط يولي يبدل في الريش تاعه. شديري له خليه يعني ما يوليش يغني في هذيك لا بيريود، خليه كذلك في لاكاج تاعه واعطي له لي فيتامين، اعطي له لا سالاد التفاح هما اصلا هذا واش ياكلوا لا سالاد التفاح الخيار لي فيغ الكرموس فلفل حار بالنسبه لا فيميل يعني تبغي بزاف جوا حار كيما نقولوا فلفل التمر يعني هذا البيض كذلك البيض ياكلوه به بالقشره تاعه. غلي حبه تاع بيض وقسميها بين زوج وحطيها لها في البلاصه اللي تجي فيها البيض وخليها يعني تاكل منها، قلبيها على الجهه اللي فيها القشره وخليهم كذلك ياكلوا منها. لا بيريود كذلك اللي تولي فيها لا فيميل محضنه ثانيك ما تبدليلهاش البلاصه تاعها خليها يعني في بلاصتها واعطيها البيض باسكو ما عطيتيهاش البيض كي تتبيض دور على هذوك البيض تاعها وتولي تاكلها يخصها هذاك لا فيتامين يعني بروتين اللي يكون في القشره كي تولي تحتاجه شدير تاكل من هذيك البيضات تخسرها تبقى تنقف فيها حتى تلقايها كاع مواسيه فاسده كاع. المهم وحاجه مهمه كذلك لا دوش كي تكون سخانه تعطيهم يدوشوا نهار بنهار سورتو لو مال يعني يموت على لا دوش. ديله في هذيك كيما البيضه هذيك اللي كنت نغسل فيها ديله فيه الماء ما تعمريهاش بزاف وخليه يدوش للروح. وكاين كذلك نقطه سبحان الله كي تكون لو مال كي تكون لا فيميل محضنه كاين لو مال اللي يجيب لها يعني حتى العش تاعها الماكله يبقى يوكل فيها ويولي يصنع معها كذلك في العش. وكاين لو كونترير كاين لو مال اللي يبدا هو يفسد لها هي تبني هو يهدم لها في العش تاعها. نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم واللي عندها كاش معلومه كذلك تزيد تفيدني حتى انا في لي كومونتير.
وهنا بديت بهم هما الاولى. نروح نكمل روتين تاع داري ونروحوا كذلك نتوجهوا باش نشوفوا لا غوسيت اللي جبتها لكم تاع السردين اللي قلت لكم بزاف بنينه. عفوا الوصفه تاعنا تاع الغداء. هنا طبعا انا كملت كاع بديت بلي زوازو هما الاولى، درت روتيني في الدار وعاودت رجعت درت فطوري باسكو دابيتود انا نبدا بالفطور هو الاول نتهنى منه. واليوم بيس كان عندي فقط راح ندير سردين كنت متهنيه. انا راح نعطيكم فكره على الفول كي تبداي تغلي فيه تفوري فيه. ديري في الماء تاعه شويه تاع الليم كيما كيشتي، يعني فقط القشره تاع الليم وخليه حتى يعني القدره تاعك ما تكحلش وكذلك الفول تاعك ما يجيكش كحل كي تفوريه. وهنا الحوت نقيته نقلع على هذو ونقلع عليه كذلك الشوك. هاد الحوت راح بلا قليان نديروه بلا ما نقلوه، صحي 100%. هنا عندي شويه تاع قزبر شويه تاع معدنوس نقطعهم في لامولينات مانويل ولا هكا في لاشواغ ولا تاعك. كذلك عندي الثوم لا نقطعه ونديره يتطحن. بعد ما نطحناه بهذا الشكل ماشي بزاف، يعني قادره تستعملي غير لامولينات. انني كاع مسيباريتها راني غسلتها سيباريتها ما عنديش الوقت باش نعاود نفيسيها يعني نركبها. فوالا هنا عندي حبه تاع طماطم درتها خليت هذاك القزبر والثوم كاع مفتت خليته ونطحنها، يعني نطحن حبه تاع الطماطم مع هذوك البقايا اللي يكونوا في لامولينات تاعي وندير معاهم نصف ملعقه تاع اكل تاع طماطم مصبره. ومن بعد نفرغ شويه فقط من هذاك الخليط في هذاك القزبر والمعدنوس والثوم اللي كنت طحنته وندير غير شويه تاع زيت ماشي بزاف شويه فقط. وندير فيه كذلك شويه زيت في الحبه تاع الطماطم تاعي غير شويه ماشي بزاف. فوالا وندير شويه كمون في الطماطم وشويه كذلك في هذيك الخلطه. وندير كذلك شويه حرور منه وشويه حرور فلفل كحل والملح. الملح مانيش ملحه الحوت تاعي، راح ندير فقط في الحبه تاع الطماطم وفي هذيك العقده ولا الدرسه. فوالا ونخلط هذاك الخليط تاع الدرسه تاعي نخلطوه مليح حتى يندمجوا كاع المكونات مع بعض. من بعد نحكم الحبه تاع السردين ونديرها هكا يعني شغل نرمدها كاع في هذيك العقده الدرسه. وهنا المقله تاعي درت فيها غير شويه فقط تاع زيت شويه قيس 2 مغارف ولا ماشي بزاف غير شويه فقط. ونفرغ عليها هذيك لا طوماط راني خادمتها. فوالا ومن بعد نرفد الحبه تاعي تاع الحوت ونعاود نقفلها نرجعها كيما كانت ونبقى نسد. بعد ما نستفاه كاع بهذا الشكل حتى الشكل تاعو يعني يجي شباب وصحي بلا قليان بلا والو بلا تعب. وهذوك الحبات اللي بقاو لي درتهم هكا كيما كتشوفوا يعني في الوسط. فوالا ونقص عليهم النار تماما، لازم النار تكون ناقصه فريمون ناقصه ونخليه يطيب على خاطر حتى يشرب لي كاع هذيك لاصوص كاع يشربها. وهنا يعني شوفوا الفول تاعي كي فورته القدره قعدت لي بيضه كيما شفتوا. هنا راح ندير له فقط شويه ملح وشويه كمون وشويه فلفل كحل شويه تاع لا مارغارين. الا بغيتو تمرسوه يعني كاع تمرسوه مع بعض، ولا بغيتو يعني تحطوه هكا يجي بزاف بنين. فوالا هنا كان هذا هو الشكل تاعو النهائي يجي ما شاء الله يجي روعه. وهذاك الفول ندير له هذيك لا مارغارين وهذوك لي زيبيس وهو سخون باش يشرب لي يعني البنه تدخل حتى للداخل. والسردين تاعي يجي بزاف بنين يجي رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوه، على بالي راح يعجبكم. وخلوا لي في لي كومونتير، ما تنساوش لي جيم. ومع السلامه الى فيديو اخر.